انت طالب في اي مرحله جامعيه ما ينفعش تفوت الفيديو ده غير لما تعمل له سيف وشير مع اصحابك. الفيديو ده انا بنزله في نهايه كل سنه، ويمكن من اهم الفيديوز اللي بعملها على مدار السنه. بس في الاول سالت الناس على الانستجرام بتحط خطه للسنه الجديده ولا سايبينها ماشيه بالبركه ولا اكيد ولا بتشربوا حلبس. وبصراحه الموضوع كان صادم جدا، معظم التعليقات كانت كلها ماشيه بالبركه، محدش قال لي تشرب حلبس. مبدئيا كده لو انت ما عندكش خطه واضحه تغير فيها من نفسك في السنه الجديده، فهتلاقي السنه عدت منك وانت ما تعلمتش اي حاجه ولا ضفت لنفسك اي حاجه. لو انت مثلا في السنه الجديده محتاج تغير لابتوب او تغير جهاز عامه في البيت، انت اكيد مش هتنزل تعمل كده على طول غير لما تكون حاطط خطه واضحه للي انت عايز تعمله. تشوف بقى انت هتجيب فلوس الحاجه اللي انت عاوز تشتريها دي منين، تشوف الجهاز المناسب للميزانيه بتاعتك وامكانياتك، لانك لو ما عملتش كده مش هتشتري الحاجه المناسبه ليك وهتلاقي نفسك جايب حاجه يا اما اي كلام يا اما صرفت فلوسك كلها على الفاضي. كل اللي انا قلته ده بقى ينطبق على مستقبلك بالظبط. كده انا مش محتاج منك اكتر من نوت بوك وقلم علشان اقول لك على الكورسات المهمه اللي المفروض تاخدها والمهارات اللي المفروض تتعلمها علشان تغير من نفسك ومن مستقبلك. افتح النوت بوك بتاعك وهتكتب مهارات تكنيكال ومهارات نون تكنيكال. في المهارات التكنيكال هتتعلم المهارات اللي ليها علاقه بمجال دراستك. يعني مثلا لو انت في كليه تجاره ولحد دلوقتي ما اتعلمتش اكسل يبقى انت بتضيع وقتك على الفاضي. لو انت بقى في كمبيوتر ساينس او بي اي اس ما ينفعش مثلا ما تكونش عارف اقل حاجه بايثون. اساسيات في مجالك ما ينفعش ما تكونش عارفها لحد دلوقتي، فده كده في المهارات التكنيكال. اما بقى في المهارات النون تكنيكال واللي بتتسمى المهارات الناعمه او السوفت سكيلز، ودي بقى مجموعه مهارات كبيره جدا بس سوق العمل دلوقتي بقى بيتمحور حواليها. يعني انت مثلا لو بتعرف تشتغل اكسل وما بتعرفش تتواصل ضمن فريق، فدي في حد ذاتها مشكله كبيره جدا. لو انت حد في شغلك بيعرف يكتب ريبورتس كويس لكن ما عندوش مهاره العرض والتقديم، دي برضو مشكله كبيره جدا. ففي المهارات النون تكنيكال او السوفت سكيلز او المهارات الناعمه، اهم 3 مهارات بقى لازم تتعلمهم: مهاره التواصل، مهاره العرض، والذكاء العاطفي. ودول ان شاء الله تتعلمهم في اول 3 شهور في السنه. استنوا بقى بارت 2 في السلسله دي عشان اقول لكم بقيه السنه هنقسمها ازاي. انا مايكل مصري وبساعدك انك تطور من نفسك. لو حابب تشوفني تاني اعمل لي فولو.